برازيلي. وادي يا برازيلي، رايح فين بشبشبك ده؟ يلا كده وريني جمال خطوتك. يا اخو ايوه عامل ايه يا ابويا؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. بقول لك ايه صحيح، ايوه. انا سمعت ان اليومين دول انت بتكتب اشعار ايه عجب. طبعا هو اللي بيجي فيه حاجة، يعني سمعنا حتة كده برازيلي الحب الحب. ايه لا مؤاخذة؟ اشعار شعر وكده وقصايد. حصل. بقعد مع نفسي كده بالليل بصراحة. فعلا الوحل ما بيجيش الا في الشتا، اي وحل كده وعايز تسمع حبة اشعار تسمعها من برازيلي. قاعد الجو شتا والواحد فاضي اصلا تمام. بقول لك ايه بقى؟ ايه؟ مفيش حاجه كده تديها ادي اقولها للبيت. عايز شعر؟ لا ارزعهولها في وشها البيت. ايوه اديله حتة كده يرزعها في وش المزة بتاعته، بس تكون حتة يعني حلوة كده من القطعية اللي هي. لا ما اقولكش على البرازيلي عنده شوية اشعار عجب، سمعها حتة من بتاعة الليمبي. تدي خليها تدوخ. لا ده انت استنى، انت حبيبي قول لي والله. خد بقى. ايه بقى؟ اسمع يا عم انت كمان، هو الشعر كده اي كلام لازم يكتب في الورقة ويفند. يلا سمعنا يا مزازنجي حتة كده من اللي هي القطعية بتاعتك الجميلة. لا يا عم بقى ما انا كاتب بقى عشان ما انساش. جو شتا. جو شتا. قول لي. طب بص بقى. بصيت. لعمري جيت لك. انت اللي جيت لي. ايوه ناديت لي. حصل. بأمارة ما أنا لسه مناديك دلوقتي. وانا عملت ايه؟ جيت لي. يعني ما كدبتش. حصل. الله يا برازيلي، هي دي الأشعار، يعني كلمات لها معنى، يعني بجد يعني انت ما حصلتش في الأشعار بتاعتك. يلا سمعوا كده وتحفوا بالمفاجآت. يلا احنا منتظرين، قول يا برازيلي. بس أنا حاسس إن أنا سمعت الكلام ده قبل كده. ايه؟ حاسس إن أنا سمعت الكلام ده قبل كده. لا على طالما حد لسه ما اديتش الكلام ده لحد، انت اول واحد يا راجل. والله حتى كنت بفكر اساسا ابيع لي مغنيه كده مش مهم. المهم ان انا عادي يا عم، انت لما تشكك في برازيلي، ده برازيلي كل حاجته حصري، يعني بينزل كده بالورقة كده في الشارع ويقول كل حاجة حصري، يعني مفيش بعد برازيلي. يلا يا عم برازيلي سمعنا الحتت الجميلة بتاعتك، والحتة كده اللي هي يعني حتة كده من القطعية اللي هي أحلى من الليمبي. ماشي كمل. اكتب بقى. قول لي بقى. من اجلك يا ايناس. انا كلت والقاس. وجيت على ملوش. يا راجل والله كنت جاي سريع بصراحه. بس انت الله جيت على الجرح، انا فعلا بحب القلاس. قول يا برازيلي. جيت كمان على السريع. من اجلك يا مروه. انا خسرت الثروه. وجيت على ملوش. هي تستاهل بس مروه ما شفتهاش. فعلا البت مروه دي ما تستاهلش، قول انا عارفاها من زمان. خد بقى دي. من اجلك يا عبير. ايوه. انا خبزت فطير. واشتغلت غفير كمان. والمصحف بالليل جو تقل. ده انت جيت على نفسك والله. لا وجيت على ملوش برضو كتاب الله. لا فعلا البت عبير بتحب الفطير، وفعلا يعني هي تستاهل الفطير، بس جيت على ملوش شكل يعني. لا هي تستاهل فعلا يعني تيجي على ملوش. والله. قول يا برازيل. ده وشك باص كده. معلش بقى. خد بقى دي. قول لي. وعشانك يا امارات. ايوه. انا عملت من الفسيخ شربات. يا راجل. المصحف. واكتفيت على ملوش كمان. طب يا عم برازيلي، ممكن نبدل عبير بأمارات عشان عبير بتحب الفسيخ أكتر من الفطير، ولا إيه يعني؟ ممكن نبدل يعني، ولا إيه رأي حضرتك؟ ما أنا كنت واكل فسيخ بقى. بس كنتش قادر أقوم والله. حصل. أنا عارف أنت هتقولي. خد بقى دي. قول. وعشانك يا نور. أنا سرحت ببخور. بس هنا ما جيتش على ملوش. أمال إيه اللي حصل؟ الراجل بتاع البخور كان باقي معايا بخور كتير، فكنت لازم اروح له، فمعرفتش اروح اكتفي على ملوش. كنت واخدة. لا بس البت نور تستاهل يعني يجيب لها بخور. البت نور يعني جامدة بصراحة، يعني جامدة يعني. عزمة ولا ايه؟ بصراحة. بقول لك ايه؟ قول لي. معاك سجاير؟ المرة دي بقى معايا سجاير. بصراحة؟ حبيبي. اهي. خد. معاك ولاعة؟ لا خالص. اولع واجي؟ انسى. طب روح انت بقى ولع يا برازيلي وورينا جمال مشيتك. يلا. بصراحة؟ حبيبي. اهي. خد.
اكلها لا خالص. اولع واجي. انسى. بصراحة حبيبي اهي اطلع. اكلها لا خالص. اولع واجي. انسى.